الفرق بين السوبيا والريزن والديكوباج، ركز معايا وهقول لك دلوقتي. واحد صاحبي في رمضان اداني كوبايه صوبيا متقطع عليها قطع فاكهه صغيره كده، استغربت في الاول صراحه، لكن لما دقتها لقيت طعمها فظيع، وده خلاني افكر ان اي حاجه تتخلط مظبوط بتطلع رهيبه. وهو ده اللي احنا بنعمله في باكج الكورسات المسجله. احنا عندنا ريزن ومكرميه وديكوباج وكونكريت واكريليك بورنج وجلد وشمع وحاجات كتير جدا. كل حاجه من الحاجات ديت لوحدها فن جميل جدا جدا، لكن في الحقيقه الحاجات دي لما تخش على بعض ويتعمل لها ماتشنج ظريف هتطلع مبهره، وكمان هتقلل لك التكلفه. الفكره بقى انك مش هتتعلم ازاي تشتغل كل فن لوحده، لا، الفكره انك هتدمج الفنون دي كلها مع بعضها عشان تطلع قطعه مختلفه مش موجوده في السوق اصلا، محدش بيقلدها، يونيك ورخيصه جدا جدا جدا. لانك لما تحط الكونكريت على الريزن بتقلل ثمنه لاكتر من النص، وفي نفس الوقت بتطلع قطعه قيمه جدا جدا شكلها حلو قوي ورخيصه جدا. وعشان كده انا قررت اعمل لك عصير كورسات. يعني ايه عصير كورسات؟ 7 كورسات في باكج واحده هتعلمك من الالف للياء كل حاجه عن المجال ده. وقررت اعمل لك باكج ثانيه عباره عن 3 كورسات بحيث ان انت تختار اللي يناسبك. فلو نفسك تخش بقى عالم الهاند ميد دي فرصتك، لان انا عامل لك الباكج الاولانيه اللي هي 7 كورسات سعرها اقل من سعر كورس واحد فيهم، وسعر الباكج الثانيه اقل من نص سعر كورس فيهم. ففي الحقيقه يعني انت كسبان لما تاخد الباكج ديت، عشان هتتعلم فيها حاجات كتير جدا تقدر تضيفها مع بعض تطلع منتج فريد مش موجود في السوق. دوس على زرار اشترك الان، هتخش هتلاقي تفاصيل كتير جدا جدا وتقدر تشترك من الصفحه دي. والكورسات هتتفتح لك في نفس الوقت وهتقعد معاك لمده سنه كامله تعيدها اي عدد مرات انت عايزه، واللي يقف معاك هتلاقينا موجودين بنساعدك فيه.